كيلو بس. عدد الكباري اللي احنا شغالين فيها 60 كوبري. الكباري اللي انجزتها الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه في خلال السنتين اللي فاتوا دول قد الكباري اللي اتعملت في مصر من يوم ما قلنا كباري لحد دلوقتي. تخيل. الحمد لله. لا الاطوال اللي هتفتح بس عندنا في طريق واحد اسمه طريق الجلاله اللي انتوا هتشوفوه ان شاء الله. تخيل لما يبقى عندك هنا في قناه السويس مثلا كان عندنا حفر على الناشف كله ايه 230 240 200 200 قول 230 250 مليون في ارض تقريبا سهله يعني رمل مع شويه طاميه مع. احنا عندنا في الجلاله 140 ده التقديرات المبدئيه 140 مليون متر مكعب فين؟ حفر في صخر. حفر في صخر. هتشوفوا ازاي اولادكم واخواتكم العساكر المهندسين بيتخرم في الصخر، بيحشوا مفرقعات، بيفجر الصخور دي، يطلع مثلا ايه في النسفه الواحده يطلع له مثلا في حدود 20 30 الف متر مكعب كميات صخر فيها طفله بتاعت اسمنت، فيها حجر جيري، فيها كربونات كالسيوم، فيها كل حاجه كل حاجه. هتطلعوا هتشوفوا ان شاء الله. وفي توجيه فعلا من سياده الرئيس ان الكلام ده كله يستغل ما يترماش، وانا واخد معايا ان شاء الله يوم على تلقينا الامر بالباقي في الحظر. باقي 176 يوم، يعني مر اكتر من نص، وبدأ العد التنازلي ان شاء الله ليوم الافتتاح او لنهو مشروعنا وافتتاحه ان شاء الله في التوقيت المخطط ليه باذن الله. اجمالي كميات